من حوالي سنة كده كان أبويا معزوم على فرح ابن واحد صاحبه، وقال لي أروح معاه الفرح عشان مش عايز يروح لوحده. ومن أول ما دخلنا الفرح ورحنا نسلم على العريس أخدت بالي إن أخت العروسة زي القمر، وفضلت مركز معاها طول الفرح وعيني مش بتتشال من عليها. وكل ما أبص ناحيتها ألاقي أبويا باصص عليا ويفضل يغمز لي بعينه لحد ما الفرح خلص ورجعنا البيت. لقيت أبويا جاي بيقول لي على فكرة أنا شفتك وأنت مركز مع البت فستان أخضر اللي كانت بترقص مع العروسة على أغنية شيك شاك شوك، شكلها كده عجباك وهتقول لي إنك عايز تروح تخطبها. قلت له عرفت منين يا بابا؟ أنا فعلا كنت هاجي أقول لك كده. قال لي بص هي بصراحة البت حلوة ومحترمة وكل حاجة، بس مش هينفع يا ابني والموضوع ده مستحيل يحصل. قلت له ليه بس يا حاج؟ قال لي عشان أنا شفتها قبلك وهتجوزها، وعيب بقى تبص لمرات أبوك، وكلمة كمان في الموضوع ده هطردك بره البيت. اتصدمت من اللي أبويا قاله وقعدت يجي 5 دقايق بحاول استوعب، بس شوية ولقيت أبويا راجع تاني وبيقول لي هو أنت صدقتني يا حمار؟ ده أنا بهزر معاك، وبعدين هو أنا عارف أهرب من أمك عشان أتجوز تاني؟ فرحت وقلت له يعني هتيجي معايا تخطبها لي صح؟ قال لي لا برضه للأسف مش هينفع لأنها متجوزة يا غبي ومعاها 3 عيال منهم واحد في طولك دلوقتي. ساعتها أنا اللي سبت البيت ونزلت قبل ما أبويا يجيب لي جلطة.